ليه سندوتشات البرجر دلوقتي بقت غالية جدا في المطاعم؟ الساندوتش الواحد بيعدي 150 جنيه. علشان ايه؟ ما احنا بنعمله في البيت بمنتهى السهولة، والمكونات كلها موجودة عندنا في البيت. لو حاجات بسيطة من اللحمة هتقدري تعملي البرجر، وهتعمليه انضف واحلى ونفس طعم المطاعم بالظبط. شايفين الساندوتش عامل ازاي؟ اللحمة من جوه كانت جوسي جدا، والجبن من جوه كانت طعمها تحفة. يلا بينا نشوف هنعمل مع بعض الوصفة دي ازاي. بس يا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي يشجعني ويعمل لي لايك وسبسكرايب. انا هنا هبدأ الاول اجهز الحاجة اللي انا المفروض هحطها في قلب الساندوتشات. الفلفل جبته قطعته طرنشات او حلقات زي ما انتوا شايفين كده، ونفس الحكاية الطماطم حلقات بالشكل ده كده، والبصل نفس الطماطم والفلفل بالظبط كله بقطعه حلقات رفيعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معايا هنا كابوتشي، اللي مش حابب يحطه براحته بس هو بيديه طعم حلو قوي للساندوتشات. انا قطعته رفيع جدا عشان ما يبقاش بارز قوي في الساندوتش. دي كده الحاجات اللي انا هستعملها لحشو الساندوتشات: الخضار والكابوتشي هو الجبن. معايا بقى هنا جريل، بسخنه كويس جدا وبضيف ليه معلقة زبدة، وهنزل هنا في الجريل ده هنزل عليه بالعيش اللي انا كنت عملته قبل كده، وهسيب لكم اللينك الفيديو في حرف الاي. العيش ده انا عاملاه في البيت برضو، ما كلفنيش اي حاجة خالص وكان بمنتهى السهولة وما خدش معايا اي وقت خالص. انا بديله صدمة على الجريل بالشكل ده كده، وبنشفه بحمصه كده من جوه بمعلقة الزبدة اللي انا حطيتها. طبعا التحميصة دي بتديله طعم جميل جدا في الأكل، وبتحافظ على قرمشته من جوه اما بتيجي تحطي الطماطم والفلفل. في نفس الجريل نزلت عليه بالبرجر برضو أنا كنت عاملاه، وهسيبه لكم في حرف الآي. تمام. شايفين البرجر حجمها مكشش عشان الشوفان اللي احنا حاطينه على البرجر، وكان طعمه تحفة. اولا الشوفان ده كقيمة غذائية كويس جدا. تاني حاجة مش هيخلي البرجر يكش معاكي، بيديكي مميزات كتير جدا في عمايل البرجر. هنا بقى نزلت على البرجر بالجبنة بعد ما قلبته على الوش التاني، بدأت تسيح معايا بالشكل ده كده. خلاص البرجراية استوت من الجنبين. هبتدي ان انا ارفعها من على الجريل خلاص، عشان ابتدي بقى احسن سندوتشات معاكم. طريقته كانت بسيطة جدا والله العظيم، وكان طعمه تحفة. هنا بقى بجيب أرضية الساندوتش، وببتدي أنزل عليها بالصوص ده. الصوص ده كان مايونيز وكاتشب مع بعض. دهنت الأرضية بالشكل ده كده. الخطوة دي بتدي طعم حلو قوي للبرجر. هبتدي أنزل بالفلفل والطماطم. تمام كده. وبعد كده هبتدي أضيف قطعة البرجر بالجبن زي ما انتوا شايفين، أي نوع جبنة عندك حطيه. وبعد كده نزلت شرايح البصل، وبعد كده الكابوتشي. انا ما بحاولش اطلعه من جوه البرجر، وهقفل بالطبقة التانية من العيش. تمام كده. شايفين شكل الساندوتش عامل ازاي؟ ده احنا بنجيبه من بره والله العظيم ب150 جنيه. ليه كده؟ هعمل واحد تاني. هنزل برضو بالكاتشب والمايونيز مع بعض. حطيت حبة حلوين يعني. بعد كده برضو هنزل بشرايح الفلفل، طماطم، البرجر، شرايح البصل. انتي ممكن طبعا تعملي طبقتين، بس هي الطبقة دي كانت بصراحة مشبعة جدا جدا بصراحة يعني. هنزل طبعا بالطبقة التانية من العيش، وده شكل العيش بعد ما خلص. ده شكل البرجر معانا بعد ما خلص، وده شكله فتحت الرغيف ووريتهولكوا كمان من جوه. وكده خلاص الفيديو خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتشجعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب.